السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في أي حاجة صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. النهاردة الحصة هنكمل بالظبط اللي هي تمارين، وهنحل امتحان، وهناخد حاجة اسمها الإيميل والموضوع من اللي هو امتحان، وهيتعمل إزاي وهيتحل إزاي من امتحان أولى ثانوي اللي هيجينا في الامتحان. أول حاجة بس أعملها، المفروض إن أنا أحل حاجة اسمها المواقف، وهديك حاجة اسمها الإيميل والموضوع. فأنا عشان ما تقلش عليك هوريك الامتحان بتاعنا هيبقى عامل ازاي، وانت بناء ان انت هتشوف الامتحان هتبقى فاهم انا هعمل ايه. الامتحان بتاعنا بكل بساطه هم قطعتين، كل قطعه فيها 4 اسئله. تمام. بعد كده في حاجه اسمها سؤال المواقف، سؤال المواقف اللي هو اللي فوق، وده بيكون سؤال بتختار منه هو بيكون 5 اجابات، بتختار اجابتين، تختار الاجابتين الصح اللي ينفعوا صح. بعد كده في تكمله جرامير، اسئله جرامير. بعد كده في حاجه اسمها الايميل والموضوع تحت خالص، ايميل وموضوع، والايميل والموضوع ده هو الجزء الكتابه في الامتحان. تمام قوي. يلا بينا. بكل بساطة بقى تعالى نشرح الأول الإيميل والموضوع، اللي هو كان فاضل لنا الجزء ده أصلا من الوحدة، من الدرس الأول هنا. تمام. احنا خدنا كل حاجة في الدرس الأول، خدنا الكلمات الحمد لله، وخدنا أجزاء الجرامير، وخدنا كل حاجة وحلينا جرامير وظبطنا كل حاجة. سيبنا الإيميل والموضوع في الحصة دي. الإيميل والموضوع أنت هتحله بكل بساطة، سهل جدا. ليه؟ لأن أنت يعتبر أخدت الكلمات دي كلها، وفي نفس الوقت أخدت الأسئلة اللي هتتسأل لك والكتابة اللي هتكتب بيها كمان. يلا بينا. اول حاجه في سؤال الايميل، عشان تحل سؤال الايميل بكل بساطه لازم تنزل التحيه اللي هو بيحييك بيها والوداع. يعني يقول لك سالو، هترد عليه تقول له سالو. تمام. اوروفوار وداعا، اوروفوار هتقول له اوروفوار، وكده انت بتاخد درجه. مجرد ما تحييه وتودعه بنفس التحيه والوداع هتلاقي نفسك تمام جدا. كمل معايا. بعد كده بيسألك 3 أسئلة، كل سؤال بيسألك 3 أسئلة. كل سؤال أنت مطالب إنك ترد عليه بجملة كاملة، فاعل فاعل مفعول. تعال رد على الأسئلة هتلاقيها سهلة جدا وتافهة جدا جدا. Comment tu t'appelles؟ Comment tu t'appelles؟ ما اسمك؟ ما اسمك، رد على طول أنا اسمي كذا. عشان تقول أنا اسمي كذا، je m'appelle علي، أنا اسمي علي. تمام. حطينا نقطة، بدأنا الجملة بحرف كابيتال، ونبدأ الجملة بحرف كابيتال وننتهي بنقطة. تمام. quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ quel âge as-tu اللي هي عندك كم سنة، أي عمر أنت تمتلك. رد على طول تقول لي أنا عندي كم سنة. عشان ترد عن العمر أو تكتب عمرك كنت بتستخدم حاجة اسمها جي. جي يعني أنا أمتلك، والعمر بتاعك بعد كده كلمة أون اللي هي ان اس. عندي سيز يعني 16 أون، عندي 16 سنة، وحط نقطة. بعد كده أنت تحب، أنت بتحب. أنت بتحب كل كولور أي لون، أي كل كولور يعني اللون. أنت بتحب أي لون؟ هتقول له أنا بحب اللون كذا. تبقى جيم أنا أحب لو روج، لو روج اللون الأحمر. نفس الأسئلة يا جماعة بالظبط اللي هي بتاعت تقديم النفس، نفس الأسئلة بتاعت تقديم النفس. احنا خدنا الحصة اللي فاتت ازاي أقدم النفس، ازاي أعمل تقديم لنفسي. اتكلم عن الاسم، اتكلم عن السن، اتكلم عن المكان بتاع السكن اللي أنا عايش فيه، واتكلم عن الحاجة اللي أنا بحبها. تمام. ولو انت عايز تتأكد اكتر من موضوع انك تقدم نفسك، الموضوع الاولاني واهم موضوع عندنا يعتبر في الوحدة الاولى هو تقديم النفس، لان الدرس التاني هيتكلم عن نفس الموضوع، والدرس التالت بيكمل نفس الحكاية. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ بريزونت، بريزونت توا، بريزونت توا. قدم نفسك. يبقى الموضوع ده قدم نفسك، والموضوع ده بكل بساطة بتكتب من 15 ل 25 كلمة، بتعد اللي انت كاتبه من 15 ل 20 كلمة، وبكل بساطة بتتكلم. لو اداك كلمتين أو 3 بتبدأ إنك تكتبهم تحت، بتوظفهم تحت، بتستخدمهم من ضمن الكتابة اللي أنت كاتب بيها. لكن لو ما ادكش كلمات وساب لك الموضوع متاح زي ما هو عامل دلوقتي، تمام، يعني أنا حبيت لما أكتب، حبيت إن أنا قلت بريزونت توا، قدم نفسك، عشان هنا مش محتاج نكتب حاجة لأن الموضوع هيبقى سهل يعني. أول حاجة عشان أقدم نفسي، أنا حبيت المرة دي يعني أختلف، بدل ما أقول أنا اسمي سعيد، أنا عايش في الحتة الفلانية، أنا عندي كام سنة، حبيت أخلف، جبت الكلام على شخص فرنسي. جو مابيل بيير، اسمي بيير، اسمه بيير. تمام. يبقى أنا كده أنا اسمي بيير. جي أنا أمتلك كانزون، عندي 15 سنة. كانز أون عندي 15 سنة. طيب المكان اللي أنا بسكن فيه، جابيت أنا أسكن باري، يعني في باري اللي هي باريس. تمام. حط نقطة وكمل، اتكلم عن الحاجة اللي أنت بتحبها. جيم لو فير، جيم أنا أحب لو فير اللون الأخضر. حط نقطة، مثلا ممكن تقول جو بريفير، بريفير أنا أفضل لو فرونسي، بفضل الإيه الفرنساوي. تمام. أنا أفضل اللغة الفرنسية. بكل بساطة ده كان الإيميل والموضوع.
وكل ما انت تبقى مذاكر كلمات وفاهم الجرامير كويس هتكتب الايميل والموضوع بكل بساطه. وانا متاكد ان الايميل والموضوع بالنسبه لكم حاجه سهله جدا دلوقتي، علشان كده الموضوع مش هيطول، لان احنا لما خدنا تقديم النفس وخدنا الدرس الاول خدناه على 3 مرات، مع النهارده الحصه الرابعه. تمام، فان شاء الله خير، هتلاقي الدنيا كويسه جدا معاك. ارجع بقى لصفحه 15، نتعلم مع بعض نحل سؤال المواقف. يعني ايه سؤال المواقف؟ سؤال الموقف ده بيبقى بعد القطع. تمام. سؤال الموقف ده عشان اشرحه لك بكل بساطه ويكون سهل معاك، سؤال الموقف ده هو عباره عن جزئين، في جزء في الاول وجزء في الاخر. الجزء الاول سؤال، الجزء الاول لازم يكون سؤال، الجزء الاخير لازم يكون اجابه. تمام. او ده سؤال دماغه ده رد اللي هي الاجابه. تمام. بص بقى، السؤال ده حاجتين، يا انت بتسال يا انت بتسال يا حد بيسالك. هي اسم بيسالك، باباك بيسالك، مامتك بتسالك، اخوك بيسالك، مدرسك بيسالك. تمام. الرد برضه نفس الفكره، يا انت هترد يا حد هيرد. هي هترد، مامتك، هو هيرد، المهم يا انت ترد يا حد هيرد. تمام. تعالى بقى نفهم. يبقى اشهر فعل بقى عندنا في الفرنساوي نستخدمه في سؤال الموقف اهو فعل دوموندي. دوموندي، دوموندي. حلو. خليك في السؤال رقم 5 كده. لو قال لك في الامتحان وترجم معايا الجزء ده عشان انت هتبقى فاهم انا بعمل ايه. tu demandes tu demandes demande يعني انت بتسأل، انت اللي بتسأل. حلو. يقول لك tu demandes بعد كده اي اسم، اي اسم، الاب، الاخ، الزميل، الصديق، يبقى انت بتسأل الاسم ده. وركز في ترجمة الموقف. ترجمتك لسؤال الموقف اصلا ترجمتك للسؤال، جبت الإجابة خلاص. أنت بتسأل أهو أتون كاماراد، كاماراد يعني زميلي، يبقى بتسأل زميلك بس. يبقى تو دوموند بعد كده الاسم، يبقى أنت بتسأل الاسم، أي اسم، المدرس، الطبيب، الدكتور، المهندس، الأخ، الأخت، وهكذا. طب لو اتعكست، رقم 4 مثلا، أنا بدل ما أكتب يعني بوضح لك الكلام اللي مكتوب. تونامي صديقك، تو دوموند الاسم الأول بعد كده تو دوموند المدرس، التلميذ، أختك، أخوك، باباك، مامتك، أي اسم في الأول بعد كده تو دوموند يبقى هو اللي بيسألك، الاسم اللي بيسألك. تمام. تونامي صديقك، تو دوموند بيسألك. جميل. كده أنت عرفت السؤال يبدأ إزاي، سواء أنت هتسأل أو حد هيسأل. طبعا ممكن يغير الفعل، يعني ممكن يقول لك أنت بتنصح صديقك، وبعدين يعكسها صديقك بينصحك. انت بتتكلم عن، ممكن صديقك بيتكلم عن، يعني ممكن مش لازم الفعل اللي هو يسأل او يطلب ده، لان فعل دوموندي، دوموندي يعني يسأل او يطلب، ممكن يغير بعد كده. تمام. طب تعالى في الاخر، لو قال لك تو دي في اخر الموقف، تو يعني انت، دي انت تقول، انت اللي هترد، انت اللي هتقول. تمام. طيب لو قال لك إيل دي، إيل دي يعني هو هيقول، يعني مكان تو دي أنت تقول هتبقى إيل هو دي، يبقى هو يقول، هو اللي هيرد أو هو اللي هيقول. يعني أنت بتسأل صديقك مثلا عن اسمه، أنت هتقول، يبقى أنت هتعمل سؤال، هتختار سؤال. طيب أنت بتسأل صديقك، تمام، عن اسمه، هو هيقول، هو هيقول، يبقى هو هيقول اسمه، هيقول إجابة. تمام. وطبعا من غير ما نحكي كتير ومن غير ما نتكلم كتير، دي أسهل طريقة وأبسط طريقة تخليك تحل سؤال المواقف. طبعا مع ترجمتك وحفظك للكلمات، المواقف بنسبة 90% بتعتمد على الكلمات. سؤال المواقف بنسبة 90% هو قطع بيعتمد على الكلمات. تمام. هحل معاك سؤال المواقف بعد كده حل الامتحان كامل. يلا بينا. يقول لك إيه بقى، كيسكو، كيسكو دي بمعنى ماذا، كيسكو بمعنى ماذا، كيسكو بمعنى ماذا. وهتاخدها في الوحدة التانية، هتاخدها في الوحدة التانية اللي هو في شهر 11. تمام. دي هتلاقيها دايما في سؤال المواقف بمعنى ماذا، عشان تبقى انت بتترجم وانت شغال صح. اول سؤال بيقول لك ايه، تون امي تو دوموند صديقك بيسألك، تون نو، نو يعني الاسم، كيسكو تو دي بيسألك عن اسمك، انت هتقول على طول جو مابيل علي، انا اسمي علي، لان الاجابه الوحيده اللي تنفع انا اسمى علي. طيب تاني واحده، تو بارل، بارل يعني بتتكلم، دو يعني من او عن، تون اج، تون اج بتتكلم عن الاج، اج اللي هو العمر او السن. طيب تمام. كيسكو يعني ماذا، تو دي بتتكلم عن العمر او السن بتاعك انت، يبقى انت هتقول انا عندي كام سنه، أو جي 15 هتبقى أنا عندي 15 سنة. لأن التانية أنا جو مابيل ما تنفعش، جيم أنا أحب، والأخيرة هو سيزون هو عنده 16. لأ، أنا بسألك أنت عن عمرك أنت بتتكلم عن عمرك أنت، فهتقول أنا عندي 15 سنة. طيب tu présentes، présente يعني تقدم، ton ami، ami آخرها حرف الأو، يعني أمي اللي حد حرف الأي كصديق، أمي لحد حرف الأو يعني في إي زيادة، تبقى بمعنى صديقة. qu'est-ce que tu dis،
ماذا أنت تقول؟ أنت بتقدم صديقة هتقول، خد بالك صديقة مؤنث تبقى الإجابة اللي هي سابيل منى، هي اسمها منى. وسي ما تنفعش لأن أنا اسمي فريد. وبي بيقول لك سي علي إنه علي، إزاي وبقول لك قدم صديقتك. والأخيرة سي مون بير إنه بابايا، برضه ما تنفعش. رابع موقف، تون أمي صديقك تو دومون بيسألك تون أدريس، أدرس عن عنوانك، صديقك بيسألك عن عنوانك. كيسكو تو دي، أنت هتقول إيه؟ هتقول أنا ساكن أو أنا عايش في الحتة الفلانية. هتبقى برضو الأولى جابيت 30 ريو يعني شارع، أنا عايش في ريو شارع أوبرا، عايش في 30 شارع الأوبرا. تمام أوي، جميل. ركز معايا بقى، أنا عايش في 30 شارع الأوبرا بس. طب ب جو مابيل علي، أنا اسمي علي. سي جي أنا مي، أنا عندي صديق باري في باريس. طب دي جي دي سيتون، عندي 17 سنة. فأنت ملاحظ إن كل الإجابات مش هتنفع ما عدا الأولى هي اللي هتنفع. تمام. طب خمسة، تو دوموند أتون كاماراد، أنت بتسأل زميلك سون نو، نو يعني اسمه، تسأله عن اسمه. أنت بتسأله عن إيه؟ عن اسمه. كيسكو تو دي، ماذا أنت تقول؟ هو أنت لما كنت بتسأل حد عن اسمه كنت بتقول له إيه؟ تقول له كومون تو تابل، هتبقى الإجابة سي. جميل، اسمك إيه؟ رقم ستة، تو دوموند أ تون أمي، تسأل صديقك عن سون أدريس. أدرس، أنت هنا اللي هتسأله عن العنوان بتاعه. تمام؟ كيسكو تو دي، ماذا أنت تقول؟ أنت خد بالك هتسأله عن عنوانه، فهتقول له ما يكون عنوانك أو أين أنت تسكن. الأولى كي لاجا تو، عندك كام سنة ما تنفعش. سي كومون تابيل تو، ما أنت تسمى أو ما اسمك ما ينفعش. ب لونج يعني لغة، كي لونج بارل تو، أي لغة أنت تتكلم برضه ما تنفعش، هي الأخيرة. تسأله عن العنوان، أصلا السؤال فيه كلمة أدرس وبرضه أنت هتختار أدرس، تبقى كيلي تون أدرس. كيلي تون أدرس، ما يكون عنوانك. وطبعا الكلام ده كله احنا خدناه في الحصص اللي فاتت. تمام، فأنت بالنسبة لك الموضوع سهل، أنا متأكد إن الموضوع سهل بكتير غير ما تكون سمعت الحلقة ديت وما راجعتش للحلقات اللي قبلها. Tu parles، أنت تتكلم de ta couleur، couleur يعني اللون، préféré، تتكلم عن اللون البريفري، اللون المفضل ليك. qu'est-ce que tu dis، أنت هتقول إيه؟ طالما بتقول اللون المفضل بتاعك هتقول أنا أفضل أو أحب، على طول هتبقى الأخيرة. j'aime le vert، أنا بحب اللون الفير الأخضر. رقم 8، tu salues، salut يعني تحيي ton professeur، بتحيي مدرسك. le matin في الصباح، بتحييه الصبح. فلازم تقول له إيه؟ بونجور. طب بونجور بابا، بونجور يا بابا، صباح الخير يا بابا، برضه ما ينفعش. بون جورني مامان، بون جورني مامان، يومك سعيد أو نهارك سعيد يا ماما، ما ينفعش. ولا تقول له بونسوار مسيو، بونسوار يعني مساء الخير. ولا بونجور، بونجور مسيو، صباح الخير يا سيدي. تمام، تمام جدا. وكده احنا خلصنا سؤال المواقف. تعالى بقى نبدأ نحل الامتحان بتاعنا. وانت طبعا بناء على مذاكرتك وحفظك للكلمات وفهمك للجرامير هتلاقي ان الموضوع سهل جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونحل. بسم الله. الامتحان عندنا اول قطعتين دول في الامتحان، بتقرأ القطعة واحدة واحدة وتبدأ تحل. يلا بينا. أحب أقول لك إن القطعة دي عبارة عن ديالوج، القطعة دي عبارة عن ديالوج، والقطعة التانية برضو عبارة عن ديالوج. يعني إيه ديالوج؟ يعني محادثة. انزل للسؤال اللي تحت وتقول لي إحنا هنحل من كده من غير ما نقرأ؟ لا، بيقول لك دايما السؤال ده ممكن يجي في الامتحان. سو دوكيمون، دوكيمون اللي هي الدوكيومنت، الوثيقة ديت أو القطعة. او اس تي تكون، الاو اس تي يعني تكون، القطعة دي بتكون إيه؟ عندك أشكال للقطعة. أول شكل اللي هو كلمة ديالوج اللي هي سي، لو لقيت حد بيتكلم مع حد يبقى دي ديالوج محادثة. طيب تمام. طب التكست يعني ترجمة تكست، نص. النص ده مثلا بتلاقي حد بيتكلم عن نفسه بس. أنا اسمي سعيد جمال، أنا مدرس فرنساوي، أنا عايش في الحتة الفلانية، أنا عندي كام سنة، أنا عندي قناة على يوتيوب اسمها فرنساوي أونلاين مثلا يعني. أنا كذا أنا كذا أنا كذا، بحب اللون كذا، بكره اللون كذا، بتكلم عن نفسي. وفي الآخر ممكن أكتب اسمي في آخر القطعة وممكن ما أكتبش اسمي، يبقى دي تكست، نص. طيب ارتيكل، ارتيكل يعني مقال، والمقال ما بيجيش كتير في الامتحان ولو جه هبقى اقول لك عليه. وممكن لما نتكلم عن الموضوع ده هنتكلم عن الموضوع ده في سنة تانية وتالتة بالتأكيد أكتر. بعد كده عندنا لاتر يعني خطاب، خطاب بيكون حد بعت خطاب لحد. طبعا انت بكل بساطة من غير ما تقرأ القطعة التانية شايف ان في حد اسمه ألكسندر، تمام، وبيتكلم مع كريم، ألكسندر وكريم، يبقى دي عبارة عن مين؟ عن ديالوج، محادثة. طب القطعة الأولى شيرين وعلياء، شيرين وعلياء دي برضو ديالوج، محادثة. يلا بينا بقى. شيرين بتقولي بونجور علياء، سافا كيف حالك، صباح الخير يا علياء كيف حالك. لا سالو، أهلا شيرين. سافا بيان، أنا كويسة بخير، ميرسي شكرا.
tu aimes مش انتوا لا اللي بتحب لي كولور الالوان كوم يعني مثل او مثل مثل موا مثلي زيي يعني انت بتحب الالوان زيي كوم موا يعني انا هتلاقيها وي نعم مي ولكن المي دي ترجموها بمعنى مي ولكن جو ديتست انا بكره لو مارون البني ايه لو نوار واللون الاسود. تمام هتلاقي tu as une copine عندك صديقة دو باسكت عندك صديقة دو باسكت في لعب كرة السلة قالت لها وي. سهى هي سهى ألي سامبا هي سامبا هناخدها في الدرس الثالث والدرس الثالث بيتكلم عن الصفات السوسيابل هي لطيفة واجتماعية. تمام بيقول لك بقى سهى اس تي يعني تكون نقط لعلياء هتكون صديقتها لا كوبين صديقة علياء. طب سهى ايه نقط هي قالت لك سامبا وسوسيابل اللي جاي عندك سوسيابل هي بتكون سوسيابل اجتماعية. سهى est une copine إنها صديقة. سهى بتكون صديقة إيه؟ صديقة دو باسكت. حلو لأن قالت لها إيه؟ أنت عندك أصدقاء لعب كرة السلة باسكت؟ قالت لها فعلا سهى. تبقى سهى صديقة الباسكت. التالتة علياء نيم با. بص بقى لما الفعل عندنا في الفرنساوي يجي من حاجة اسمها نو والبا بيبقى الفعل ده كده فين؟ في النفي. نو البا بمعنى لأ يعني انت بتحط الفعل عادي انا احب. لما تقول تحط الفعل بين النو والبا بيبقى انا لا احب. انا باكل انا مش باكل انا بشرب انا مش بشرب. يبقى علياء نيم با مش بتحب ايه. هي قالت لك اللون البني واللون الاسود. هو جايب لك مين منها مين هنا قصدي لو مارون تبقى اللون البني الاولى. تمام القطعة التانية بقول لك القطعة دي على الشات سور لو شات سور على لو شات. ألكسندر وكريم قولوا سالو أهلا جو مابيل ألكسندر أنا اسمي ألكسندر جي 15 عندي 15 سنة إيه توا يعني أنت وأنت عندك قد إيه موا سي كريم إنه كريم أنا كريم يعني. جي سيزون عندي 16 جابيت أو كير أعيش في القاهرة. إيه توا ألكسندر وأنت ألكسندر قال له موا جابيت أ باريس أنا عايش في باريس. اونشونتي اونشونتي هنشرفنا اهلا وسهلا. كريم او الكسندر يقول له اونشونتي كريم. تمام سولو كيمون بتكون القطعه دي بتكون ديالوج. طيب الكسندر اللي بيتكلم كريم بيتكلم يعني ايه لا كريم بيتكلم مع كريم فين بيتكلم معاه على الانترنت على الشات تبقى سور لو شات. الاجابه التانيه الكسندر نقط اون عنده كام سنه. الكسندر فوق قال لك انا اسمي الكسندر وعندي 15 تبقى كنز يعني 15 تبقى الإجابة كنز الأولى. تمام المفروض في سؤال رابع بس ما جاش هنا عشان أنا شلته عشان المكان يعني بتاع الكتاب لما كنا وقفنا على الجزء ده. تمام يلا بينا ندخل بقى على سؤال المواقف وسؤال المواقف بقى مش زي اللي أنت حليته من شوية. يعني إيه الكلام ده ركز معايا. اللي أنت مطالب بيه في الامتحان والشكل اللي هيجيلك في الامتحان 5 إجابات في المواقف 5 إجابات بتختار منهم 2 صح تختار منهم الاتنين الصح يعني الإجابتين اللي ينفعوا صح. أما اللي أنا كنت بحل عليهم من شوية كانوا 4 إجابات بتختار منهم إجابة واحدة. طبعا عشان بيبقى ساعات في تغيير في الامتحانات يقول لك مثلا نزل المواقف على سنة أولى قول لهم إن 4 إجابات هتختار إجابة واحدة أو ممكن يجي فجأة يقول لك ده 5 إجابات تختار منهم إجابتين فإحنا عملنا حاجة حلوة. جبنا بعد الدرس تمام مواقف 4 إجابات بنختار إجابة واحدة اللي إحنا لسه حلينها. وجبنا في شرح الدرس بكل بساطة المواقف 5 إجابات بنختار إجابتين. يلا بينا. يعني جالك ده يبقى انت متدرب على اي حاجه تجيلك. pour saluer لكي نحيي لكي saluer نحيي ton copain le soir لكي نحيي صديق le soir في المساء. تودي انت هتقول تمام لازم تقول له اول اخر حاجه بونسوار مساء الخير. والحاجه اللي لها علاقه بالليل بحاجه بالليل يعني او بالمساء بون نوي يعني تصبح على خير بون نوي. لان الاولى بمعنى بونجور صباح الخير ما تنفعش. التانية دوريان برضه ما تنفعش. والتالتة أوروفوار وداعا ما تنفعش. تو دوموند à ton ami بتسأل صديقك عن سا كولور اللون بريفيري عن لونه المفضل. إيل دي هو هيقول خد بالك تمام بتسأله عن لونه المفضل هو هيقول أول حاجة يقول لك جيم لو روج أنا بحب اللون الأحمر يبقى كده صح. طيب التانية لو روج سي إنه ما كولور بريفيري اللون الأحمر لوني ما كولور بريفيري لوني المفضل برضه صح يبقى دول الإجابتين اللي ينفعوا. طيب التالتة il aime le vert هو يحب اللون الأخضر. أنا ما سألتكش عنه هو بقول لك أنت بتسأل صديقك فصديقك هيقول أنا تبقى الإجابة غلط. ب برضه غلط لأن يقول أنا مش بحب اللون الأحمر. والأخيرة أنا بكره اللون البني لا ما ينفعش.
طب تمام. tu prends congé في صفحة رقم 3 في الكتاب عندنا اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن الايه؟ عن المواقف. أنت تودع prendre congé تودع de tes amis tes amis تودع أصدقائك. qu'est-ce que tu dis؟ الأساليب الوداع عندنا كانت بحاجة اسمها ايه؟ تشاو تشاو يعني وداعا، سلام. au revoir au revoir يعني ايه؟ إلى اللقاء أو وداعا. tu te présentes التو ديت اللي هي كانت بتاعت فعل اسمه سو بريزونتي. سو بريزونتي سو قدام فعل بريزونتي اللي هو فعل يقدم ده. حلو. فمعنى ديت هي متصرفة مع تو، ضمير الفاعل تو. تو معنى اللي انت تقدم نفسك، يعني هي السو اتغيرت مع الضمير انت بقت تي اي. برضو انت تقدم نفسك. انت تقدم نفسك. tu te présentes انت تقدم نفسك. إلى معنى إلى ton professeur لمدرسك professeur. تمام. أنت هتقول أنت بتقدم نفسك فلازم تقدم نفسك بأول حاجة. قال إيه؟ جو مابيل جون أنا اسمي جون. تمام. ممكن تقول برضو حاجة تانية. موا أنا سي بيير إنه بيير أنا اسمي بيير يعني. طيب الأولى ما تنفعش لأن بقول فواسي. فواسي يعني ها هو أو ها هي مرتان. ما ينفعش ها هو مرتين ما ينفعش. كيلي تون نون ما يكون اسمك. كومون تو تابيل ما اسمك ما ينفعش. انت عايز تقدم نفسك. ده بعد كده سؤال الجرامير. خدنا الجرامير والجرامير بالنسبة لنا كان سهل. تعال نطبق بقى. ليه في البنات نقط ندى وآية؟ تمام. عايزك تختار فعل سابلي اللي هو فعل يسمى. البنات جمع مؤنث، والجمع في الفرنساوي مع الأفعال بتاعت المجموعة الأولى ياخد ال ENT تبقى التانية. اللي فيه سابيل البنات يسمون اسمهم يعني ندى وآية. ال ام هي بتحب لون أورانج. كل الألوان كانت مفرد مذكر تاخد اللو، ما عدا اللون البرتقاني كان بادئ بحرف متحرك تبقى الأبوستروف لورانج. Il نقط 17 ans. هم نقط 17 17 ans. Il ديت آخرها اس يعني il avec اس. il يعني هم، واللي هم مع تصريف فعل avoir كانت بتاخد ال NT. هم يمتلكوا، هم عندهم 17 سنة. كلمة كولور كولور كانت لون مؤنث لما نحط عليها اس بقت جمع مؤنث. تمام. هتبقى الأخيرة. كال الأخيرة هي اللي كانت بتيجي مع الجمع المؤنث. أي الألوان بريفير تو تفضل أنت. ماريون ماريون دي بنت. المهم بنت وقلنا أي اسم بنت بتساوي الضمير ال هي. تمام. فهتختار معاها مين؟ بيت اللي آخرها أو. يعني هتحذف ال ار في المجموعة الأولى وتحط النهاية مع ال والال هو وهي حرف الإي. إل أبيت أو ماريون أبيت هي تسكن في باريس. سابيل سمير سابيل سمير. سابيل ده كان بيجي مع مين؟ مع إل وإل وأون. هتبقى الإجابة إل. هو يسمى سمير لأن الجو كان معاه جو مابيل ما ينفعش. التو معاه تو تابيل ما برضه ما تنفعش لأن هي اسمها سابيل. ال ال الأخيرة تنفع لأن هي برضه بتاخد سابيل، بس هي تسمى سمير ما ينفعش. يبقى مين؟ هو يسمى سمير. نوزيمون نحن نحب فعل إيميل اللي هو يحب. لا كولور كولور يعني اللون. اللون بالفرنساوي مفرد مؤنث. كلمة اللون مفرد مؤنث. فلما نختار صفة لون نختار أي لون نختار له المؤنث تبقى الإجابة فيرت التانية، لأن التانية هي المؤنثة لما خدنا تأنيث الألوان. تمام. فاضل كده الإيميل والموضوع. أنا عايزك تقفل يعني توقف وابدأ حل الموضوع والإيميل بطريقتك أو تذاكر وتيجي تحلهم. خلاص. بعد كده تشوف حل هيكون ازاي. اول حاجه انا هعملها هنزل بيقول لك سالو اهلا بلس اللي هي وداعا. اول حاجه هتعملها هتنزل في الحته اللي ديت اللي تحت سالو. تمام. بلس دول هتنزلهم ما فيهمش اي مشاكل. حلو. ودول عليهم درجه في الامتحان. دول اوعى تنساهم حتى بعلامه التعجب بتاعتهم اللي هي علامه الاي. تمام. بعد كده كل سؤال هيسالني هرد عليه. كومون ما سابيل تون فرير. تون فرير أخوك. تون فرير ما يسمى أخوك. أخوك ده تعوض عنه إيه؟ هتقول مون فرير أخويا. تمام. مون فرير مش هو بيقول لك ما يسمى أخوك تقول له تمام. أخويا يسمى يبقى استخدم فعل سابيل برضه. يبقى أنت بتعكس الفعل والفعل على نفسك. مين الفاعل؟ مين احنا بنتكلم عن مين؟ بنسأل عن مين؟ عن أخ. أخ بيقول لك طون فرير أخوك. قول له أخويا مون فرير. تمام. يسمى هتبقى سابيل. حلو. واكتب اسمه. أخويا يسمى مثلا علي. أخويا اسمه علي. بعد كده حط نقطة وكمل من بعد النقطة وابدأ الجملة بكابيتال وانهيها بالنقطة. إل كيل آج. إل هو عنده كيل آج أي عمر. عنده قد إيه؟ قول هو إل. تمام.
يمتلك برضو اللي هي هي مكتوبة عندك أصلا تحت يبقى هتنزل زي ما هي. هو يمتلك، هو عنده مثلا كان 15 عنده 15 سنة، ولازم تحط لأن دي بتعوض عن مين؟ أو بتعبر إن إحنا بنتكلم عن السنة. هو عنده 15 سنة. تمام. آخر سؤال بيقول لك إيه؟ هنمسح الجزء ده وهنكتب آخر حاجة بس. يبقى آخر سؤال بيقول لك هو يحب كل كولور، أي لون. على طول مش إحنا بنتكلم عنه هو برضه هو مفرد صح؟ يبقى تمام. هو يحب، يبقى إحنا نزلنا الفعل والفعل زي ما هو. هو يحب مثلا لو روج، هو بيحب اللون الأحمر، لأنه بيقول لك بيحب أي لون. وبعد ما تخلص حط النقطة بتاعتك، وكده أنت هتاخد مين؟ هتاخد الدرجة بتاعتك كاملة. تمام. كده احنا خلصنا سؤال اللي منه موضوع. أهم حاجة نزل التحية والوداع زي ما هي، وابدأ أرد على كل سؤال بكل بساطة. بعد كده بقول لك ايه بقى الموضوع؟ بريزونت، قدم. كان بقول لك قدم نفسك من شويه، هنا اقول لك بريزونت، قدم تون كوبان، صديقك فرنسي، صديقك الفرنسي. من ناحيه الاج اتكلم عن الاج، العمر بتاعه. سبور يعني الرياضه، اتكلم عن الرياضه اللي هو بيحبها. هو مثلا بيحب كره القدم، بيحب التنس. تمام. تعالى نتكلم مثلا عن صديق فرنساوي. صديق فرنساوي هيبقى اسمه ايه؟ اول حاجه احنا بنقدم ازاي؟ بنقدم نفسنا ازاي؟ احنا هنقدم نفسنا، خدنا في الدرس الاول تقديم النفس عباره عن اول حاجه اتكلم عن الاسم، بعد كده السن، بعد كده المكان بتاع السكن، بعد كده الحاجه اللي بيحبها سواء لون او رياضه مثلا. اول حاجه هنتكلم عن اسمه. يلا بينا. دي جمله، يعني دي جمله. il s'appelle، هو اسمه، هو يسمى. تمام. جاك مثلا، لان جاك مش هينفع اقول هو اسمه علي يعني، بقول لك فرنساوي. il s'appelle جاك، هو اسمه جاك. تمام. بنجيب اي اسم فرنسي، ممكن اقول il s'appelle جون، هو اسمه جون، احط نقطه. دي كده اول جمله. وبعد ما تخلص اول جمله اكتب من بعديها، تكتب من بعد النقطه تبدا بحرف كابيتال، يبقى هو اسمه ايه؟ جاك او جون او اي اسم. تمام. اتكلم عن عمره. هو يمتلك، يعني فعل يمتلك. تمام. مثلا هنا عايزين نقول 16 سيزون، 16 سنه، حط نقطه. الجمله الثالثه، هو ساكن في الحته الفلانيه، هو يسكن في باريس مثلا، يبقى أبيت، يسكن أو يعيش. أبيت. تمام. الأخيرة دي حرف الأو، الحرف ده حرف الأو. في، تمام، في باغي، باريس اللي هي باريس. تمام. حط نقطة. تمام. لحد هنا أنت ممكن توقف، بس عشان الموضوع بيطلب منك من 15 ل 20 كلمة، فإحنا هنكمل الجملة الرابعة، لأن محتاجين قال لك اتكلم عن الرياضة، سبور. يعني اتكلم عن الرياضة، نعمل إيه؟ قول هو بيحب مثلا كرة القدم. إيل هو يحب. تمام. لوفوت اللي هي كرة القدم. وفي الآخر بعد ما تخلص حط النقطة بتاعتك، وكده أول ما تخلص هتاخد الدرجة بتاعتك كاملة. أنت أول ما تذاكر الإيميل الموضوع، بالنسبة لك الموضوع هيكون كتابته سهلة. طب لو مش عارف تكتب أو متلخبط، لما تذاكر هتلاقي الدنيا سهلة. طيب لو أنت متلخبط في الدرس الأولاني والموضوع والإيميل بالنسبة لك مش ظابطين، عادي، ما لسه في حصص تانية هنتكلم عن بقية الشغل بتاعنا. فأنت غصب عنك لو مش بتعرف تكتب الإيميل والموضوع، هتلاقي نفسك بتعرف تكتبهم إن شاء الله. تمام. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.